النهاردة عاملين أكلة مميزة ومليانة طعم وحكايات. محشي كوسة باللحمة المفرومة من اللي ريحتها تفتح النفس. خطوة بخطوة نعمله مع بعض وهتشوفي قد إيه الموضوع سهل والنتيجة روعة. أول حاجة بنجيب الكوسة أهي بالشكل ده، إحنا عملناها قورناها من جوه وخربشناها كده من بره، خلينا يعني ليها شكل حلو. هوريكم واحدة عملناها إزاي. بنقطع الأول الجزء اللي فوق الراس واللي تحت، ونبدأ نشيل شوية من نعمل خطوط يعني بالطول، بيبقى شكلها أحلى كتير أوي من ما بتبقى كده من غير. ونبدأ بقى إن إحنا نطلّع كل القلب اللي جوّه. شكلها بيفرق جدًا على فكرة لمّا بنخططها بالطول، وممكن نعملها خطوط بالعرض، بس هي الأسهل بالطول يعني، بيدّيها شكل حلو جدًا. كده نبدأ نفرّغها، نطلّع كل القلب اللي جوّه، والقلب اللي جوّه ده أنا مش بارميه، ده بيتحط تحت أنا باعمل أصلًا الكوسة في صينية مش في حلة. فباحطها تحت عشان ما تتحرقش أو تاخد لون من النار. كده إحنا خلّصناها، اتفرّغت تمام عشان نبقى نحشيها كويس. أول حاجة بقى هنجيب بصلاية كبيرة مبشورة، وهنحط عليها معلقة ملح ومعلقة فلفل أسود عليها وشوية الtouch بتاعي، ونبدأ نقلّبه مع بعض كويس أوي. البصل لمّا بيتقلّب مع الملح والفلفل بيدّي طعم حلو جدًا. وناخد شوية على جنب كده، ونبدأ نحط بقى دي اللحمة المفرومة، نقلّبها كويس برضه جدًا مع البصل والتوابل. ودي واحدة شبت وكزبرة وبقدونس، رابطة ورابطة ورابطة، قطّعناهم وبيتحط عليهم، وبرضه بياخدوا كل دول تقليبة مع بعض. وده مَج رُز، أنا عاملة كيلو ونُص كوسة بياخد مَج رُز. ده رُز مغسول مصري عادي، مغسول ومتنشف. ودي طماطم أنا عاملاها ضرباها في الخلاط وحطّاها على النار ب2 ماجي بس، من غير زيت ولا أي حاجة تانية ولا توابل. ودي معلقتين صلصة علب. ونبدأ بقى سخّنّا زيت، ربع كوباية زيت ومعلقة سمنة، سخّناهم شوية أوي عشان بينزلوا على الطماطم والصلصة بيحمّروها أكتر وبيدّوها طعم حلو جدًا. نزلنا عليهم وهنبدأ إن إحنا نقلّبه، كل الخليط ده بقى يتقلّب مع بعضه كلّه يتجانس مع بعضه ويبقى حلو. بعد ما قلّبناها نحط بقى البصلاية اللي إحنا طلّعناها من برّه اللي هي نيّة، لإن أنا لمّا بانزّل الزيت والسمنة ده بيستوي البصل اللي جوّه أو بيبقى شِبه مستوي، فأنا عايزة تبقى فيه بصلة فريش. ده بقى القلب بتاع الكوسة اللي إحنا طلّعناه منها، محطوط في الصينية عشان ما يتلسعش الصينية، ما الكوسة ما تتلسعش من تحت. هنبدأ إن إحنا نحشي بقى. الكوسة على فكرة ما بتاخدش كتير، يعني نحشي وننزّل يعني نخبط كده خبطة بسيطة بس عشان الكوسة ما تتكسرش، ما نسيب نُص عُقلة صباع فاضية، لإن هي الرز أصلًا بيكتر، بيملى لفوق يعني. كده تمام، وهو في فراغ تقريبًا نُص صباع، نعمل واحدة تانية، نحشي ونضغط لتحت. أيوه، يعني هزة بسيطة كده. تمام. بالشكل ده بقى إحنا هنخلّص كل الكمية اللي عندنا وهنرصه في الصينية، ما نخلّيش بقى رز خالص برّه. كده إحنا حشينا كل الكمية اللي عندنا، وكان عندي فلفل وكان في خلطة فاضت، فحطيت البتنجانتين دول كانوا عندي في التلاجة، حطيتهم هُم والفلفل. هنبدأ بقى نحط له نُص كوباية مَيّة مش كتير، تحطّوا مَيّة قليلة أوي، دي نُص كوباية مَيّة. وهنبدأ نقسّله كويس أوي بفويل عشان البخار هو أكتر حاجة الكوسة لمّا بتستوي على البخار بتبقى فظيعة، بتبقى حلوة جدًا. ونحطه على النار، على النار واطية يغلي، وبعدين على نار واطية جدًا، يستوي براحته، ممكن يقعد ساعة إلّا ربع. لو لسه معايا اعملي لايك للفيديو
ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا كده خلصناه، خلص تقريبا بعد 50 دقيقة. هنبدأ إن احنا نغرفه بقى في الطبق. كده غرفنا 2 كوسة و2 فلفل على قدي. الطعم فظيع، الريحة مالية البيت كله. أصلا المحشي الكوسة وورق العنب لما بيتعملوا باللحمة المفرومة بيبقوا في مكان تاني وفي حتة تانية خالص. حلو قوي 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 قوي، جربوه حلو جدا. كده أنا دقت الطعم طبعا حكاية، الرز مستوي، الكوسة دايبة، طعم حلو جدا. وبكده نكون خلصنا محشي الكوسة، طراوة في الطعم والريحة مالية المكان كله، البيت كله ريحته جميلة. جربوه بنفس الطريقة وقولوا لي رأيكم، وبألف هنا.